وصيتها الأخيرة أول ظهور للفنانة بهية رشدي بعد إصابتها بمرض السرطان، وكانت تنهار بالبكاء وهي بتقرأ الوصية بكلمات بسيطة: كيف يتم تشخيص مرضها، والحوار الذي دار بينها وبين الطبيب الذي أخبرها بالخبر المفجع. أعزائي المتابعين، أرجو منكم الدعاء لها بالشفاء العاجل. كشفت الممثلة بهية يوم الأربعاء عن إصابتها بمرض السرطان، وأنها تتلقى العلاج في مركز مكافحة السرطان بالعاصمة الجزائر، وهو المرجع الوطني لعلاج هذا المرض في الجزائر. وكمان قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نقلها إلى الخارج لتتلقى العلاج. تعتبر بهية رشدي البالغة من العمر 75 عاما إحدى رموز السينما والتلفزيون في الجزائر، وكمان شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الجزائرية. كما أثار إعلانها عن مرضها موجة من التعاطف والدعم على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات بسيطة: كيف يتم تشخيص مرضها، والحوار الذي دار بينها وبين الطبيب الذي أخبرها بالخبر المفجع. أعزائي المتابعين، أرجو منكم الدعاء لها بالشفاء العاجل.